الكرة دي مساء الانوار الاول. ميدو مساء الخير يا كابتن مدحت، ومساء الخير لكابتن ابراهيم وكابتن ايمن. كل سنه وانت طيب يا ميدو. كل سنة وانت طيب يا طيب. حبيبي. وحضراتكم طيبين يعني يعني المئويه كان نفسنا ان احنا تطلع بشكل احسن من كده من الناحيه الفنيه بالنسبه لنا، لكن الحمد لله. لا ما فيش مشكلة اطلاقا في الجانب الفني، هي مئوية المعنى فيها اكبر بكتير من النتيجة يا ميدو. احنا يعني. مش بنتكلم عن النتيجة خالص. طبعا بالظبط. لما احتفلنا واتلمينا وشفنا بعض بس انت ما جاتلناش ليه يا ميدو تسلم علينا النهارده؟ فين؟ كنت في اوضه اللبس يعني عشان هتبتدي الماتش ولا ايه؟ ده امتى ده؟ ها؟ ما هم كانوا في الملعب، بيقول لك امتى؟ لا والله في الملعب. والله ما شفتكم يا كابتن ايمن. كنا في اوضه اللبس، يعني ما شفناش حاجه. بس عمرو زكي جنة عشان خارج ما عمرو كان بره. اللي بره التشكيل جنة فعلا. عمرو كان بره، احنا كنا جوه كان في محاضره وكده، كان محاضره كانت في الاستاد. انت لعبت في سيلتا فيجو في اسبانيا طبعا يا ميدو، وانا كان معايا ماكيدا من شويه وهو كان موجود في الوقت ده على فكره بيدرب هناك في اسبانيا. ماكيدا واتكلم عنك كلام كويس جدا الحقيقه. برشلونه بي. برشلونه بي بالظبط كده. يعني الفرق بين الناس دي وبيننا ايه يا ميدو وانت لعبت هنا ولعبت هنا؟ لا، الناس دي بتسهل الكرة على نفسها يا كابتن. كرة سهله زي ما حضرتك شفت النهارده يا كابتن ابراهيم وكابتن ايمن. الناس بتلعب كرة سهله باقل مجهود وما بيصعبوش على نفسهم. حركات من غير كرة، بس تفاهم بسيط جدا. والكرة في اسبانيا احلى كرة على فكره يا كابتن. انا رحت هناك، اعتقد لعبت اخر 8 ماتشات جبت 6 جوان، وكانت الكرة مفتوحه، الكرة حلوه والناس بتلعب يعني ما فيش تعقيد في الكرة. كرة ممتعه فعلا. هو ده الفارق يا ميدو. على فكره يا كابتن، كل الفرق بتلعب كده، مش برشلونه بس. يعني كل الفرق النهارده، لو لعبت حتى جتافي، لو لعبت اي نادي صغير فيها ريال في النادي المتوسط زي اتلتيكو النهارده، هو كورتهم كده. بيلعبوا الكره السهله، بينقلوا، بيتحركوا من غير كوره. النهارده على فكره اتلتيكو بيلعبوا، يعني عايز اقول باقل مجهود، لكن بيلعبوا، هي دي الكوره بتاعتهم اللي بيلعبوها حتى في الماتشات الرسميه. هل في حد في الفرقه دي يعني صادفته وانت بتلعب هناك في اسبانيا؟ لا، هم على فكره اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده معظمهم صغيرين في السن. صغيرين. مفيش يعني الاثنين الوحيدين، الثلاثه اللي لعبوا يعني كبار، دييجو وخوزيه انطونيو ريس، الراجل بتاع ريال مدريد، ريس ومينديز ومينديز، والراجل تياجو. تياجو ده لعب تياجو مينديز. لعب في تشيلسي فتره، وخد الدوري مع تشيلسي، ولعب في اليوفنتوس السنه اللي فاتت. مظبوط. وفي اتلتيكو راجل لعيب كبير برضه يعني. هم اغلبيتهم صغيرين في السن يعني. هو قال ما كده فعلا عليه. قال هو ميدو كمان حتى على مستوى منتخب الشباب الاسباني، ما هو بطل اوروبا وبطل العالم برضه. لا، ده اسبانيا يا كابتن. انت عارف النهارده حتى لسه قاري تصريح لفابيو كابيلو، تقريبا بعد 3 ايام ولا بعد يومين انجلترا هتلاعب اسبانيا في ويمبلي. الراجل فابيو كابيلو طلع قال لك ان رغم كل النجوم اللي عندي دي في الدوري الانجليزي وبتاع، انا ما اقدرش اجاري الكره الاسبانيه. الكره الاسبانيه قصه مختلفه، يعني بيلعبوا كره مختلفه ثانيه خالص بعيده يعني. احساسك بنفسك ايه النهارده يا ميدو بعد غياب يمكن طويل يعني؟ والله يا كابتن يعني طبعا الحمد لله احسن. انا حاسس ان حركتي احسن، وحاسس ان يعني رجليا، يعني عارف حضرتك انت كلاعب كوره في وقت تحس ان رجليك عضلتك بعيده هربانه منك. انما انا النهارده بالنسبه ان انا بقالي فتره بعيد، حاسس ان الحمد لله رجليا جايباني. وقدامنا فتره توقف، اتفقت مع كابتن حسن وكابتن اسماعيل ان شاء الله باذن الله هاخد ان شاء الله كل الماتشات الوديه الجايه وقت كبير جوه الملعب. ان شاء الله اول ما الدوري يبدا الناس يعني هرجع بشكل كويس باذن الله. بالتوفيق يا ميدو، بالتوفيق، وكل 100 سنه وانت طيب، ونشوفك 100 سنه الجايه ان شاء الله. شكرا. شكرا. طيب.